قصة فتح مصر. في عام 600 ميلادي انطلق القائد العظيم عمرو بن العاص بأمر من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب في مهمة كبرى فتح أرض مصر. كانت مصر تعرف بكنوزها العظيمة وتاريخها الطويل. قال عمرو لجنوده: نحن هنا لندعو إلى العدل ونحقق الأمن، وليس للظلم أو التخريب. سارت الجيوش حتى وصلت إلى حدود مصر. كان المشهد مهيبا، فالنيل يجري والأرض خصبة، وتقف في الأفق هياكل ضخمة تجاوز عمرها آلاف السنين، شاهدة على حضارة قديمة ومدهشة. كان الجندي كنانة ينظر حوله بذهول. اقترب الجندي كنانة من قائده عمرو بن العاص وهو يشير بيده إلى تلك الآثار. سأل بصوت خفيض: يا سيد القائد، الجبال الحجريبة ليست هذه آثار قوم مضوا على غير دين، هل يجب أن نزيل؟ ابتسم عمرو بحكمة: يا كنانة، هذه ليست مجرد أحجار، بل هي قصص تحكي عن قوة العقول والأيدي التي بنتها، وعن تاريخ هذه الأرض الطويل. إننا نحمل رسالة الإسلام التي تدعو إلى إكرام البشرية جمعاء، والإكرام يشمل احترام إنجازاتهم. في اليوم التالي، وأثناء الاستكشاف بالقرب من مدينة منف القديمة، رأى كنانة بعض الجنود يحاولون إزالة كتابات غريبة محفورة على جدار معبد قديم، ظنا منهم أنها رموز وثنية يجب محوها للتطهير. صاح كنانة: توقفوا، القائد أمرنا بالعدل وعدم التخريب. في تلك اللحظة وصل عمرو بن العاص ومعه دليل مصري عجوز اسمه واصف، كان يعرف تاريخ كل حجر في المنطقة. كان واصف ينظر بحزن إلى ما يحدث. غضب عمرو بن العاص من محاولة الإساءة للآثار. نظر إلى جنوده وقال بصوت حازم: إن الإسلام يعلمنا أن نحترم الأمم التي سبقتنا. هذه الآثار هي ملك للتاريخ، وشهادة على براعة الإنسان، ولا يحق لأحد أن يدمرها. التفت عمرو إلى واصف وطلب منه أن يشرح للجميع أهمية هذه المباني. بدأ واصف يتحدث عن الأهرامات والمعابد كنصب تذكارية للعلوم والهندسة، وكيف أنها جزء لا يتجزأ من هوية هذه الأرض. قال عمرو بن العاص مؤكدا كلماته: من الآن فصاعدا سأمنع منعا باتا أي إيذاء لهذه الآثار، بل يجب أن نصبح حراسا لها. إن احترام تراث الأمم هو جزء من عدالة ديننا، وعلامة على قوة حضارتنا.